بقى افهم ان المراهقين وفي الجامعه او الولد لما بيتخانق مع ابوه او مع امه او مع كذا يزعل منه، انما ما يزعلش من البيت كله يعني. افهم ان قناه الجزيره تقول يسقط فلان الفلاني وده مش من حقها، يعني مش من حقها تقول ان الشعب المصري يطالب باسقاط النظام، يطالب باسقاط الرئيس، كل ده اوكي. انما حد شاف في الدنيا اي مهنيه او اي اخلاق حد يعمل اللوجو بتاعه تسقط مصر؟ مصر كلها؟ يعني حد شاف ده؟ اتفضلي اتفضلي. تاريخ 4/2/2011 معا لاسقاط مصر، معا لاسقاط مصر. ده الموقع بتاع الجزيرة. ده اللوجو هو موجود على فكرة بتاع الجزيرة. يعني انا عايز اقول حاجة بغض النظر، ممكن هاكرز وممكن حاجات كتيرة جدا، سوف يأتي اليوم، سوف يأتي اليوم، وعايز اقول لناس كتيرة جدا جدا غضبة الشعب المصري الطيب الاصيل لا احد يتوقعها، زي ما هو حاصل دلوقتي في ميدان التحرير لا احد يتوقعها، ومصر لن تسقط. ومصر على فكرة، مصر لو سقطت الاخرون كل اللي حوالين مصر هيركعوا، ومصر مش هتركع. مصر بقى لها 7000 سنة مش هتركع ابدا، ولا شويه بترول ولا شويه مش عارف لا ايه. من فضلكم رجعوا لنا المشهد يعني دي مش هتحصل. رجعوا لنا المشهد وانا عايز اقول لكم شكرا. انا عايز المشهد ده يروح للناس اللي في التحرير عشان يعرفوا ان هم مش قضيه اسقاط نظام ولا اسقاط شخص، انما اسقاط مصر. ايوه، لانه بص يا سيد، هذا اسقاط مصر. شوف يا سيد من فضلك، هم حاطين معا لاسقاط مصر والخلفيه بتاعتها صوره الرئيس. على فكره الرئيس مش هو مصر، الرئيس شخص مواطن زيه زي، صحيح هو رمز لمصر، لكن معلش هو نفسه طلع وقال انه الاشخاص زائلون والوطن باقي. احنا مش هنقبل ان بلدنا انا بتكلم يا هناء دلوقتي. ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش هتكلم عن الاخلاق، انا مش هتكلم عن الاخلاق ولا كده، بتكلم عن المهنيه. قولي لي في تلفزيون بيطلع في كوستاريكا يطلع يقول تسقط، يعني انا ده مش موقف سياسي يعني، لا موقف، ده موقف خايب، ده موقف خائن، موقف خائن الذي يبيع الامه العربيه، اللي بيتشدقوا بالامه العربيه. وعايز اقول بوضوح شديد جدا، وليكن ما يكون، هذا الموقف لن يمر حتى ايا كان النظام اللي هياتي في مصر. الشعب المصري بكل اطيافه لن ينسى للجزيره والقطر ولقاده قطر، شعب قطر دول اخواتنا، لن ينسى للجزيره وللقياده القطريه نقول لها ان مصر لن تسقط، مصر لن تسقط. الواحد كان ياما بيسمع انه الجزيرة ملمسة مع أجهزة المخابرات وخصوصا المخابرات الإسرائيلية، وكنا بنسمع ده ونقول أنا متأكد أن إسرائيل لا تتمنى سقوط مصر، لكن معلش الوضع اللي بيحصل إسرائيل ما تعملش كده. يعني إسرائيل في النهاية ناس مش حمقى. لا تسقط شيء مصر، مش طبيعي، تسقط شيء مش مصر. طبيعي. أنا مش قادرة أصدق اللي موجود على الشاشة ده. أنا بس عايزة أستأذن حضراتكم في حاجة. أثناء ما كان بيكلمنا الدكتور عارف الدسوقي كنا بنذيع بعض المشاهد لبعض المتظاهرين، يا ريت نرجع المشاهد تاني. دي مشاهد حديثة لبعض المتظاهرين اللي طلعوا في ميدان مصطفى محمود ومؤيدين للرئيس حسني